مختلفة. إذا كان اغتساله من جنابة فكان عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ الغسل يغسل يديه، ثم بعد ذلك يغسل محل الأذى ويزيل القذى، يعني أنه يطهر مكان النجاسة من القبل والدبر. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن يغسل قبله ودبره يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم بعد ذلك يخلل شعره بأصابعه ويصب الماء بحيث يصل الماء تحت كل شعرة من شعراته، لأنه صلى الله عليه وسلم نبهنا وقال لنا تحت كل شعرة جنابة، لذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه من غسل ما تحت شعره ويتأكد من ذلك. بعد أن يخلل شعره كان يصب الماء 3 صبات على رأسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يغسل ما أقبل من شقه الأيمن ثم ما أدبر من شقه الأيمن، يعني يغسل الشق الأيمن أولا من الأمام ثم من الخلف، ثم يغسل ما أقبل من شقه الأيسر ثم ما أدبر من شقه الأيسر، ثم يغسل بعد ذلك قدميه، وربما كان قد بدأ غسل قدميه مع الوضوء ثم تنغسل كذلك مع الغسل. ويسن هنا في الغسل أن ينتبه الإنسان من المعاطف، خصوصا إذا إنسان كان بدين ينتبه من المعاطف، ينتبه إلى ما تحت الركبة، إلى الإبطين، إلى ما بين الفخذين، الأماكن التي يمكن ألا يصل إليها الماء يتنبه في أن يوصل إليها الماء ويدلكها بيده حتى يتأكد أن بدنه جميعا قد تعمم بالماء فصح غسله. هذا وصف الغسل الواجب. وكذلك قالوا يسن في كل غسل من الأغسال، حتى لو كان الغسل غسلا مسنونا يسن أن يستخدم فيه هذه الكيفية كاملة مع كل ما ورد من سنن الوضوء من السواك والتسمية والتثليث، وكذلك يختم بالدعاء كما أنه يختم بدعاء الوضوء، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. هذا الدعاء قال فيه صلى الله عليه وسلم من قاله بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة 8، وكذلك بعد الغسل، فهو دعاء عظيم ينبغي للإنسان أن يهتم به وأن لا ينساه في مثل هذا الموطن